ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب. مع بداية العصر الذهبي لهوليوود كانت الافلام دايما بتقدم امحوتب على ان هو موميا بتحمل لعنة فرعونية قديمة. بس امحوتب الحقيقي بقى واللي عاش من حوالي 2600 سنة قبل الميلاد كان مهندس وطبيب وسياسي وكاهن، وفي الواقع كمان كان واحد من أوائل العباقرة المسجلين في تاريخ العالم. وعلشان كده النهاردة هنقوم بإلقاء نظرة على إيموحوتب أو العالم المصري الحقيقي اللي كان مختلف تماما عن الشرير اللي في فيلم الموميا. بس يا ريت لو سمحتم قبل ما نبدأ تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وجذور سلسلة أفلام ذا مامي بتعود لثلاثينات القرن الماضي، لما بوريس كاروف وده اللي بيعتبر الأكثر شهرة في تصوير الفرانكشتاين لعب دور الشرير المتحنط في ذروة الوحوش الكلاسيكية العالمية. والفيلم الأولاني ده تم إنتاجه سنة 1932، وده اللي حدد نغمة كل قصص المومياوات المستقبلية من خلال تقديمها على إن هي إيموحوتب القديم صاحب اللعنة الشريرة. وفي سنة 1999 شركة يونيفرسال قامت بإعادة إنتاج الموميا مع بريندن فريزر وراشيل فايز. والمرة دي الفيلم ما كانش مرعب لكنه كان أقرب للمغامرة. ومحاطب الموميا اللي لعب دور أرنولد روزيليو تم تقديمه على إن هو مريض لجنون العظمة واتآمر ضد الفرعون بسبب حبه للملكة، وبعد مرور آلاف السنين قام من القبر علشان يحدث دمار في العالم ويعيد حبه للحياة مرة تانية. وفعلا اتسبب في ظهور الأوبئة وخرب المدن وقام باستعباد عدد كبير جدا من البشر. وده تقريبا كان أفضل وصف ممكن نقوله عن الفيلم ده. بس إيموحوتب التاريخي كان مثير جدا للإعجاب، فطبعا هو ما كانش بيقدر يقوم بكل الأعمال الخارقة للطبيعة دي، لكنه شق طريقه عبر الرتب المصرية وقدر يشغل منصب رئيس في الحكومات الفرعونية المختلفة، وكمان كان بمثابة العقل المدبر والهرم الأول، وأصبح بعد كده رئيس الكهنة في عهد الملك زوسر. وعلى النحو ده كان إيموحوتب هو المسؤول عن بناء مكان دفن الملك. وقبل كده كانت المقابر الملكية بتكون عبارة عن هياكل بسيطة مستطيلة الشكل، لكنه قام بإنشاء نوع جديد وفريد للملك زوسر، وباستخدام عدد من الابتكارات المعمارية قدر إن هو يبني له الهرم المدرج، واللي اتصنف وقت بنائه كأطول هيكل في العالم كله. وطبعا الملك كان فرحان جدا بعمل إيموحوتب لدرجة إن هو سمح بكتابة اسمه ككاهن على الهرم مع اسمه هو. وبالمقارنة هنلاقي إن موميا إيموحوتب ما كانتش مهتمة ببناء الأهرامات بقدر اهتمامها بسلب القطع الأثرية واستغلال صفاتهم القديمة الخارقة للطبيعة. وفي الجزء الثاني كمان واللي كان اسمه ذا مامي ريتيرن سافر إيموحوتب لهرم الملك العقرب، وده ما كانش لأسباب معمارية بل بهدف مواجهة الزعيم القديم والسيطرة على جحافل أنوبيس المروعة. وطبعا زي ما احنا عارفين فالإله بتاح كان واحد من الآلهة المهمة عند المصريين القدماء، وكمان كان الإله الراعي لمدينة ممفيس. وبالتالي لما ممفيس بقت مقر للحكومة زاد عدد أتباع بتاح وبقوا أقوياء جدا، وسرعان ما شق إيموحوتب طريقه وبقى رئيس لكهنة بتاح وحصل على مكان في أعلى حكومة المجالس. وفي المرحلة دي من التاريخ المصري كان الكاهن ليه دور من الناحية الدينية والمدنية كمان، وده معناه ان منصب إيموحوتب الكهنوتي اداله حق الاشراف على الامور الارضية زي بناء الهرم الاول مثلا. واي نعم في الافلام كان إيموحوتب بالفعل رئيس للكهنة، بس طموحاته كانت بتقتصر على العالم بس. وبعد ما تم دفنه في التابوت صحي في العالم الحديث وانطلق علشان يبقى اله عن طريق احياء حبه المفقود، وبعدين محاولة هزيمته للعقرب الملك واللي ذا روك او دوين جونسون هو اللي قام بتجسيد شخصيته. ده غير ان النسخة السينمائية بتقول ان في البداية بعد ما إيموحوتب اتآمر ضد الفرعون تم القبض عليه ووضعوه في تابوت مع خنافس الجعران آكلة اللحوم واتدفن حي تحت تمثال أنوبيس العملاق. بس في الحياة الواقعية إيموحوتب اتبع طريق مختلف وأقل رعبا بكتير للقرود. وبعد حوالي 2000 سنة من تاريخ وفاته
يعني سنة 525 قبل الميلاد، تم تبجيله وتعظيمه وعبادته كإله العلاج والشفاء. وكان هو بيعتبر بمثابة واحد بس من 2 من المصريين العاديين اللي تم منحهم شرف الإلوهية. وعلى فكرة الإله التاني ده كان هو إمنحتب ابن حابو. ويقال إن بعد كده أتباع إمنحتب سافروا من جميع أنحاء الإمبراطورية لمقبرة سقارة، واللي من المفترض كانت هي مثواه الأخير، وكانوا بيطلبوا من الكهنة إن هم يسمحوا لهم بالإقامة هناك، وده بسبب اعتقادهم إن هو هيمنحهم الإرشاد وهيساعدهم في شفاء أفراد أسرتهم المرضى. ده غير كمان إن الزائرين قاموا بتحنيط نوع من الطيور المائية واللي كان بيطلق عليه أبو المنجل، وسابوه لإمنحتب لأن الطائر دوت كان مرتبط بالحكمة. وأنا نلاحظ إن في الأفلام إمنحتب ما كانش مهتم بشفاء حد غير طبعا حبه المفقود أناكسنامون، وحتى ده برضه كان بيعتبر نوع من أنواع استحضار الأرواح أكتر من الطب نفسه. وبالمناسبة الدكتور الكندي المشهور السير ويليام أوسلر هو اللي وصف إمنحتب بأنه أول شخصية طبيب ظهرت بوضوح من ما بين ضباب العصور القديمة. فهو كان دكتور وجراح غزير الإنتاج، واللي عالج أكتر من 200 مريض بين أداء واجباته السياسية والدينية والمدنية، وكان ليه دور كبير في تأسيس أول مدرسة معروفة للطب. وده طبعا كان عكس اللي احنا عارفينه. ففي الفيلم إمنحتب كان هدفه الأساسي هو إنه يقوم بتشويح كائن بشري حي علشان يقدر يوفر جسد لأناكسنامون اللي عمرها كان بيتعدى 3000 سنة. وكمان سنة 1862 في تاجر كان اسمه إدوين سميث اشترى ورق بردي قديم واللي كان خلاصة وافية للحكمة الطبية، واللي كانت بتغطي كل أنواع الحالات بما فيهم الأورام والكسور والالتهابات. وعلى الرغم من ان هو اتكتب في القرن ال27 قبل الميلاد تقريبا، الا ان هو كان بمثابة كتاب طبي دقيق ومتطور وبيتضمن وصف شامل لعلم التشريح البشري. وعلى الرغم من عدم وجود اي دليل قاطع على مؤلفه، الا ان الوثيقة دي في ناس كتير بينسبوها لإمنحتب برضه. لكن نسخة هوليوود بقى كان ليها علاقة مختلفة تماما بالمخطوطات القديمة. فلو شخص قرا من النصوص الغامضة دي بالصدفة، فهو هيقوم بإيقاظ إمنحتب من تاني علشان يطلق غضبه ولعناته على العالم كله. لكن في الواقع ما تمش ذكر أي حاجة من المبدأ ده في كتاب سميث. وطبعا بناء على القصص والأساطير القديمة، ففي عهد الملك زوسر ضربت المجاعة مصر لمدة 7 سنين، والملك طلب وقتها من إمنحتب إن هو يساعده في إيجاد حل. والمؤرخين بيقولوا ان إمنحتب رجع للكتب القديمة وامر المصريين بالصلاة على الاله خانوم، واللي كان مزعوم ان هو بيخفف من حدة المجاعة. وبالاضافة لكده كمان فاحنا اكتشفنا ان إمنحتب انشأ نظام الري، واللي سمح للاراضي والحقول باستقبال المية حتى لما النهر يكون منخفض. والنظام ده كان من المحتمل يكون هو الحل الحقيقي، بس بكل تأكيد إمنحتب هو اللي كان عنده القدرة على إنهاء الجفاف. وعلى فكرة في فيلم ذا مامي ريتيرن برضه بنلاحظ إن هو فعلا قام باستدعاء جدار هائل من المية من أجل القضاء على أعدائه. وفي النهاية أحب أقول لكم كمان إن سواء في فيلم ذا مامي أو ذا مامي ريتيرن، كان إمنحتب في جوهره مجرد شخص رومانسي رائس مدفوع بحبه لأناكسنامون، والاتنين اتأمروا للقضاء على مومية الفرعون. بس حبكتهم اتكشفت في نهاية المطاف، فحبه ليها كان قوي جدا لدرجة ان هي لما اتخلت عنه في لحظة صدمة من الفيلم، إمنحتب قام بإلقاء نفسه مع النفوس الجائعة اللي قامت بتمزيق وتقطيع جسده. ومع ذلك فأناكسنامون الحقيقية كانت عايشة في القرن ال14 قبل الميلاد، يعني بعد حوالي 1000 سنة كاملين من زمن إمنحتب. وكانت زوجة توت عنخ آمون، وكانت دايما مشهورة بإخلاصها الشديد للفرعون بتاعها. ولما توت عنخ آمون اتوفى في سن ال18 أو ال19 بقت هي ملكة مصر، وفضلت حكمها لغاية ما خليفتها المختار قام بتولي الحكم بعدها. وطبعا احتمال كانت صفقة أفضل من إن هي تكون هدف لموميا أو ساحر قوي وشرير جدا. بس المؤلفين والمخرجين جم بعد كده وقاموا بتغيير معظم الأحداث دي،
بس برضه في النهاية قدروا ان هم ينتجوا لنا فيلم لا يزال بيعتبر واحد من افضل افلام المغامرات المثيرة لغاية وقتنا الحالي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، واستنوني المرة الجاية في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب، واشوفكم على خير ان شاء الله.